فانت عايز تبقى زي النبي عليه الصلاه والسلام وتاخد من مواصفات النبي عليه الصلاه والسلام وتتحلى بيها، تتحلى بالصدق، ولا عايز تتحلى بالكذب؟ والكذب ده هيسايرك في الدنيا وهيمشي شويه حاجات في الدنيا، بس برضو الدنيا هتقف في الاخر وهتتعاقب. فالشخص اللي بيكذب ده بيبقى خايف يقول الحقيقه، خايف يقول انا عملت الحاجه دي عشان ما يخسرش مثلا الشخص اللي قدامه، عشان ما يخسرش الاخرين. فانت خايف من خساره الناس، ومش خايف من ان انت هتخسر اخرتك. مش خايف من ربنا ولا انت هتخسر ربنا، اللي انت هتخسر رضا ربنا ده بدل ما تكسب رضا ربنا، وبدل ما تعمل الحاجات اللي ترضي ربنا الاول. مرفوض الشخص في تعاملاته، مرفوض في حياته، اللي هو بيعمل كل حاجة عشان يرضي ربنا الاول، وبعد كده نفسه، وبعد كده الاخرين. انت بترضي ربنا في كل معاملاتك، في كل تعاملاتك، بترضي ربنا تعاملاتك مع الناس، بتتعامل مع الناس بما يرضي الله، مش زي ما هم يستحقوا. انت بتتعامل مع الناس بما يرضي الله، بتتعامل في شغلك بما يرضي الله، بتتعامل مع زوجتك او تتعاملي مع زوجك بما يرضي الله. فانت خايفه تقولي الحقيقه، وانت خايف تقولي الحقيقه عشان ما تزعلش مثلا مديرك، ما تزعلش مراتك، ما تزعلش مش عارفه ايه، عشان ما يحصلكش مشاكل، ومش خايف من ربنا. حط دي قدامك، اهم حاجه ربنا، اهم حاجه الله، ثم النفس، ثم الاخرون. الله اللي انت تعمل كل حاجه عشان ترضي ربنا، ثم بعد كده اللي انت تهتم بنفسك، تزكي نفسك وتعمل كل الحاجات اللي تنفع نفسك برضو عشان ترضي الله في نفسك. اللي انا بزكي نفسي وغير من نفسي، واللي انا لو عندي اي مشكلة حتى لو الكذب بتتغير كله، والواحد لو شغال على نفسه وخد قرار اللي هو خلاص انا مش هعمل كده تاني، وحتى لو وقعت تاني في الغلط وكدبت حاول تاني. احنا بني ادمين وبنغلط عادي وباب التوبة على طول مفتوح عند الله، الحمد لله يعني. فانت دايما دايما ما تسيبش ربنا في حياتك، دايما دايما حتى لو غلطان ارجع تاني، صلح من الغلط ده، ارجع حاول تاني وتالت ورابع، تعيش وفيك نفس افضل حاول حاول لحد ما تبقى كويس.